ايه ده يا معلم بقى؟ النهارده هنجرب اغلى سمبوسك في مصر بكادبري ديري ميلك، وهنجرب دوناتس كنافه. السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده هنجرب اختراعين من اغرب اختراعات رمضان السنه دي من وجهه نظري على الاقل. التيم بتوع النهارده حاسس اللي عاملينهم قالوا لك بدل ما نقعد نتفرج على خناقه رمضان بتاعت كل سنه، نخش احنا كمان ونشارك وزي ما تيجي بقى. النهارده هنجرب اول حاجه نولا كان من الناس المشاركين في الترند زمان. المهم ان هو عامل دلوقتي سمبوسه بشوكولاته الكادبري ديري ميلك، جايه في شكل العلبه دي. ونولا بحسها من البراندات اللي ليها سكه كده خاصه بيها، عربيات ونوتيلات وجو كده. هل دي فكره حلوه ولا فكره فاشله؟ دول 12 قطعه سعرهم، خد نفس عميق، 275 جنيه. ترند رمضان، كل سنه وانتم طيبين. الحمد لله ان هم ما تهوروش وسموها اسم من الاسماء الغريبه بتاعت رمضان. كل محلات الحلويات دلوقتي بتعملها الزغروطه والبطوطه والحاجات دي، مسمينها سمبوسك. قلبي مش مطوعني. تمام. ايه ده يا معلم بقى؟ دي شكل السمبوسه. تمام، هي قد صباعك، قد نص صباعك. المفروض ان الشوكولاته اللي عليها دي كادبري ديري ميلك، وفي زي قطع بندق كده. السمبوكسايه الواحده دي ب 23 جنيه. بسم الله. محشيه بندق من جوه، وكميه البندق بصراحه محترمه، يعني كلها بندق، بس هي الشوكولاته اللي جوه اللي مع البندق ناشفه شويه. السمبوسك نفسها مش حاسس بيها قوي، يعني مش حاسس بزيتها، مش حاسس بان هي سمبوسه، بس ان انا باكل شوكولاته كادبري ديري ميلك. ما هو اصلا البار الكبير بتاع كادبري ديري ميلك ب 20 جنيه. هي ناشفه قوي كمان كده من جوه، وبعدين مش حاسس ان دي سمبوسك قوي. مش عارف ليه حاسس ان هي طعمها رايح ناحيه الجلاش اكتر، يعني حتى السمبوكسايه نفسها تحسها مفرفطه كده زي الجلاش. تاني حاجه هنجربها هي دوناتس بالكنافه من كريسبي كريم. وانا جايب حاجات تانية لان انا اصلا بحب الدوناتس بتاع كريسبي كريم، يعني بحب كمان الجليزد دي، سهله كده وبسيطه. دي اكتر حاجه بحبها في كريسبي كريم. نوتيلا كنافه ولوتس كنافه. دي اول واحده، دوناتس محشيه نوتيلا ومحطوط عليها من فوق نوتيلا وزي صوص كراميل كده من فوق، ورشه فستق ورشه كنافه. خلينا نشوف كده الحشو. شويه كويس بصراحه، مش وحش. بسم الله. لخبطه كتير، حاسس ان في 6 اطعمه في الدوناتسايه. وانا زي ما بقول لكم انا اصلا بحب الجليز العاديه اللي هي سيمبل كده في الدوناتس. هو طعم الدوناتس من تحت بالنسبه انك تاكل دوناتس محشي نوتيلا، دي نوتيلا يا جدعان، فحلو اكيد مش وحش. بس لما بتخش مع الكنافه والكراميل تحس ان نفسك تتزعج، دي اول حاجه. تاني حاجه، مفيش طعم كنافه. ايه اللي جاب الدوناتس عند الكنافه اصلا؟ انتوا بتعملوا ايه؟ خلينا نشوف اللوتس. هي نفس اللي قبلها، بس حاطين لوتس مكان النوتيلا. بس تقول ان سعر الدوناتس دي 39 جنيه. افتحها. دي برضو محشيه لوتس كويس من جوه. بسم الله. دي رشين عليها بندق من فوق، قطع بندق كده صغيره. الاولانيه كانت فستق. بقول لك ان طعم اللوتس مصاحب شويه طعم الكنافه، يعني لادل عليه كده. بعدين مش حاطين كمان صوص كراميل، فالموضوع مش مجزع نفسي قوي. بس هو برضو فكره الدوناتس مع الكنافه، حاسس ان الدوناتس طعمه حلو بس طعم الكنافه بيقفلك منه، مقرمشه كده، ويعني مش دي الكنافه اللي انا متعود عليها بصراحه واللي احنا عارفينها. هو عامه كريسبي كريم في كل مناسبه بيحاول يبقى له التاتش الخاص بيه. يعني في عيد الام كان منزل حاجات بالفراوله، في راس السنه كان منزل حاجات اللي هي عليها جليز دي، فهو بيحب يشارك في التواريخ بتاعت السنه. بس الاثنين بتوع النهارده بصراحه ما عجبونيش، وكمان سعرهم اغلى كمان من الباقيين، اغلى ب 10 جنيه تقريبا او ب 12 جنيه من الباقيين. الحاجات اللي انا شفتها من وجهه نظري غريبه شويه السنه دي. لو انت كمان شفت حاجه غريبه يا ريت تبعتها لي او تكتبها لي تحت في كومنت، وان شاء الله هحاول اجيبها واعملها قبل ما رمضان يخلص ان شاء الله. ما تنساش يا معلم تعمل لايك للفيديو وشير الفيديو، فولو على الانستجرام، فولو على الفيسبوك. ولو فكرك ان نون عامله خصومات بمناسبه رمضان دلوقتي على السوبر ماركت وعلى حاجات كتير عندها، لو حبيت تشتري حاجه من على نون دخل البروم كودز دي هتاخد خصم توصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.